بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن لسان العصفور من سلسلة أكلاتنا للدايت. أنا عاملة لكم طاجن لسان العصفور بحركاتنا وبتكاتنا وكل حاجة حلوة بصراحة، يعني مشبع وفي نفس الوقت مش يعني حلوة للدايت. نقول بسم الله وعلى بركة الله كده. أول حاجة أنا عندي كبد وقوانص، الكمية اللي انتي عاوزاها، الكمية اللي هتريحك، وبطاطس وجزر مقطعاهم طبعا قطع صغيرة، وكيس لسان العصفور. أكلة جميلة جدا مغذية جدا وفي نفس الوقت يا جماعة يعني مشبعة. احنا أول حاجة أنا سلقت الكبد، سلقتها عادي يعني بشوية ورق لورا وحبهان، عشان القوانص بتستوي يعني بتغيب شوية في السوا، فأنا اديتها سلقة كده. نقول بقى وصلت معايا لحد هنا ولسه ما حطيتليش اللايك، لو سمحتي حطي لي لايك علشان خاطر احنا قربنا نجيب الميزان يا جماعه ونقف قدامكم كده. تمام او هنبتدي نحمر لسان العصفور، نديله تحميره حلوه كده. يعني الوجبه دي جميله جدا يا جماعه، والله مفيده جدا. حط كيس لسان العصفور، قلب 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 يا عم الحاج لحد ما يحمر. قلب 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 كده، هياخد وش كده، يعني هيبقى لونه البرونزي الجميل اللي احنا عارفينه دوت. بصراحة كان طعمه حلو جدا، يعني مش عايزة جنبه اي حاجة. يعني الناس بقى اللي عاملة دايت هو هياكلوه بس، لكن طبعا لأسرتك بقى وكده اعملي جنبه رز وكان سلطة. يعني من الطواجن بصراحة اللي انا بحبها جدا، خفيف وظريف ولطيف كده يعني. نقلبه تقليبة كويسة جدا لحد ما يحمر. احمر بقى، نروح حاطين البطاطس بالجزر كده. طبعا البطاطس والجزر يعني زي قلبناها كده خضار سوتيه، بس عملنا له لسان عصفور اهو. بنحاول نبتكر يا جماعه، بنحاول نجيب لكم حاجات، بس والله كان طعمه حلو. مرق الدجاج، انتوا عارفين ان الشوربه تبقى خفيفه جدا، ففضلت احط مرق الدجاج. ونبتدي نحط الشوربه شوربه القوانص يا جماعه. يعني لو انتي بره الدايت او عندك شويه شوربه عادي حطيه. انا حاطه شوربه القوانص طبعا خفيفه جدا، عشان كده حطيت مرقه الدجاج. هي ياخد غلوه، هنبتدي نحط الكبد. طبعا الكبد يعني بتستوي على طول، وهنشيل القوانص برضو من الشوربه ونحطها وياخد غلوه، ونبتدي نحطه في الطاجن اهو. هنحطه في الطاجن ونحطه في فرن البوتاجاز. بصوا، انا من الناس اللي بحب اكل الطواجن جدا، بعشقها يعني. هنملى الطاجن، او لو عندك طواجن صغيرة على قد افراد اسرتك هيبقى تمام قوي. ما عندكيش طاجن كبير، نحط كده ونحطه في نغطيه في فويل ونحطه في فرن البوتاجاز. بس اكله مشبعه جدا وخفيفه جدا، يعني تهيالك انها دسمه، لا والله خفيفه جدا وفيها خضره. فيها برضو يعني الكبد والقوانص برضو، يعني من الحاجات الكويسه للدايت. لسان العصفور، فكره الاكل في فخار،
لا بصراحة حلوة. يلا جربيها معايا وقوليلي كده ايه رأيك. هنملى الطاجن ونحطه في فرن البوتاجاز. يلا الطاجن يعني يبان صغير، الطاجن ده يا جماعة طاجن كبير عندي. الفويل بقى يلا نطير بيه على فرن البوتاجاز على 180 درجة ونستناه لما ان شاء الله يستوي. اهو وخرج اهوت، شكله جميل زي حضراتكم ولذيذ. فكرة جميلة جدا وهنجيلكم بأفكار حلوة. قرن فلفل دوت عاملاه يعني بجرنش بيه بس. يلا سلام عليكم.